السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا أخواتي، إزيكم؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. طبعًا اليومين اللي فاتوا دُولة كان في صفقات النادي الأهلي، فالنهارده عايز أتكلم معاكم كده بصراحة كده عن صفقات الأهلي الجديدة، يعني الموضوع مش مع لاعب معين، إحنا هنتكلم عن الصفقات بشكل عام، وعن اللي بيحصل في النادي الأهلي اللي هو النادي الكبير اللي إحنا عارفينه، اللي إحنا عارفين مش أي صفقة بتيجي فيه في النادي الأهلي بالساهل. يعني إحنا كلّنا عارفين الأهلي مش أي نادي يعني هنتكلّم عليه في حتّة الصفقات ده، طبعًا إحنا بعيدًا إن هو نادي بطولات، المفروض كل صفقة جديدة تيجي النادي الأهلي بتبقى قوة للفريق، بس للأسف الفترة اللي فاتت دي كلّها يعني مش كل حاجة ماشية صح زي ما بنقول. بُصّوا لمّا تيجي نشوف الصفقات الجديدة تحس إن في حاجة ناقصة، يعني مش كل اللعيبة اللي جايين عندهم القدرة إنّهم يرفعوا مستوى الفريق يعني بشكل عام. زي ما إحنا عارفين أو يرفعوا مستوى الفريق بشكل كبير. الأهلي محتاج لعيبة تغيّر الشكل نفسه، يعني تغيّر شكل اللعبة اللي إحنا بنتفرّج عليها، يعني مش بس يغطّوا أماكن ناقصة زي ما بيقولوا كده إيه، صفقات سِد خانة، ده إحنا مش حابينها، وده واضح على فكرة في بعض المُطوشة اللي إحنا اتفرّجنا عليها وشُفناها، الأداء مش على قد النادي زي ما بيقولوا. كمان في حاجة تانية، إحنا بندفع فلوس كتير أوي على صفقات وتتمنى إن كل جنيه بيطلع من النادي الأهلي إن هو يتصرف صح في صفقة، يعني مش لازم تجيب حد عشان يملى بس الفراغ دوّة، الأهلي كبير ويستاهل أفضل من كده بكتير أوي. الاستثمار في اللعيبة يا جماعة لازم يكون ذكي، مش مجرد يعني إن إحنا بنشتري عشوائي. الصفقات دي ساعات بتأثّر على الفريق نفسه، لإن لو لاعب جديد مش جاهز أو مستوى مش كويس، ده بيأثّر كتير أوي على الفرقة، وبيأثّر على الفرقة كلّها بشكل عام. يعني اللاعب نفسه مش هيأثّر على المركز بتاعه اللي هو جاي فيه، يعني الفريق كلّه ممكن يضيع بسبب استراتيجية من تحرُّك لاعب أو شكل مش متناسق جوّه الفرقة، والنتيجة بنشوفها للأسف على أرض الملعب. الناس متعوّدة على الأهلي إن دايمًا كبير. النادي اللي بيرفع زي ما بيقولوا يرفع راسك قدّام أي حد، وده بيخلّي الجمهور نَفْسه عنده توقعات عالية أوي، ولمّا الصفقات الجديدة مش على قد التوقع، الجمهور بينتقده، ده الطبيعي، ده الطبيعي. إحنا مش عايزين كلام هجومي أو إن إحنا نشتم في ده أو نعمل في ده، عايزين نكون صُرحا كده ونقول الحقيقة قدّام الناس، عشان الناس تقتنع بالكلام اللي إحنا بنقوله، إحنا ما بنقولش أي حاجة. إحنا عايزين النادي الأهلي في أحسن مكان، صفقات جديدة على الفاضي. في الآخر الأهلي دايمًا عنده فرصة يصلّح أي حاجة في أي وقت، يعني النادي الكبير يقدر يجيب لعيبة صح ويرفع من مستوى الفرقة، ده اللي إحنا متعودين عليه من النادي الأهلي. وبيخلّي النادي الأهلي أوي زي ما إحنا متعودين على النادي الأهلي إن هو لازم يبقى أوي، إن الصفقات اللي جاية بتبقى على قد اسم النادي الأهلي، وده اللي إحنا متأكدين إنه ممكن يحصل في الفترة الجاية، لإن أنا شايف سلبيات كتيرة أوي جوّه النادي الأهلي. وشكرًا ليكم، مش عايز أطوّل عليكم، أشوفكم في حلقة جديدة، تحليل جديد بكرة إن شاء الله على مباراة يانج أفريقيا، ونتمنى دايمًا النادي الأهلي في أحسن مكان، وأنتم في أحسن مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.